السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أنا ليا تعقيب على مقدمي برامج التوك شو، وخاصة المشاهير منهم أمثال عمرو أديب ومن على شاكلته يعني. هو أنت ليه حضرتك يا أستاذ عمرو، ليه دايما لما بتيجي تعرض لنا حدث أو أمر ما، ليه بتصر على فرض وجهة نظرك، وإن أنت تسرد لنا الحدث وتحكيه وتدي النصيحة من وجهة نظرك؟ يفترض ان حضرتك مقدم برنامج على الحياد، بتحكي الحقيقة مجردة وخالية من اي تجويد منك انت، لان هذا التجويد قد يضر بالحقيقة وتأثيرها على الشارع المصري، سواء كان هذا التجويد كثرة مدح او كثرة ذم او غضب او فرح من